انا على بالي وين راك حاب تلحق. مي حنايا حنا نامنوا بعلمائنا. روح دير دوكا ثم قال ماذا؟ هذه دوك تخرج لك العالم والشيخ الجليل تاعنا وداير حواق، اوكي، وهو كان يوضح ويفسر في الحديث هذاك، راح تتصنت مليح، ومن بعد روح خويا اكتب له في التعليق من اين لك هذا وكاع. راك تجي تقول لي خويا تتامن بعلمائك وانا نامن بعلمائي ومشايخنا كرام حفظهم الله. من هو هذا الشيخ؟ اسم هذا الشيخ الله يحفظك؟ يا ودي روح، ما نشفاش انا على الاسم تاعو، نحفظ لك انا الاسماء تاع المشايخ. الجزائر كاع مشايخ الحمد لله. يعني حتى كما قال فخامة الرئيس تبون بأن الجزائر آية. أكيد. يعني أكيد أنها آية. نعم آية، لأن في عهد الثورة لما كنا نحاربوا في فرنسا الخبيثة، كان الحمد لله ربي سخر لنا يعني كاع العباد والأرض وما فيها من الماء والحجر والطيور والنبات، هذو كاع كانوا من تما انطلقت يعني آية، كاع حاربوا على جالنا باش جبنا اليوم هذا الاستقلال هذا اللي راكم انتم ما على باليش تقولوا استفتاء. يعني اخي سمير لا يسمح لي لا نمشي نجيب معك وندي معك في الهضره. يسمح يعني ان الجزائريين على حق لما قالوا ان الكعبه مكه كانت في الجزائر، يعني على حسب كلامك. نعم، لان الجزائر لما خلقها الله خلق فيها الطيور والحيوان ومكه والاهرام وكاع الصوالح هذا، من بعد كان يجي المد والجزر ديال الزلازل، وكان يجيو عباد هكا، هذا يحوس يدي مكه نمدوها له، هذا يدي الاهرام، هذا كاع معليش كانت الجزائر معطات وكانت تعطي للعالم بالكل كاع. هذا ما كان يعني منبع الحضارات. يعني إن جئنا يعني إن صدقنا قولك الآن منبع الحضارات من الجزائر، وصدرنا الديمقراطيات وصدرنا كاع. روحوا اقراوا. وأنتم من علم اللغة العربية وكل شيء. روحوا اقراوا يا المراركة، روحوا. لا الحجر الأسود وين كان؟ أخ سمير. نعم يا أبو خالد، لو يتكلم يعني فخامة الرئيس تبون سيرسله إلى الحراش، وهو يعرف أين الحراش، سيبيت هناك. لا احنا ما نديوش انا العباد، احنا اللي خلط في البلاد نديوه للحراش. سمير تسمعني ياك؟ تفضل. خويا إبليس منين هو؟ حتى هو من الجزائر. ودي دوكا هذه شوف انا ما عنديش معلومه. لا ابليس هذا من النار هذا. لا وقيلا ابليس من المروك. لا بالك انتم راكم اباليس المراركه، ما على باليش بالك. والعتروس الكحل حتى هو كان في الجزائر. لا العتروس شوف، ولنا الشرف الا كان عندنا العتروس، هذوك الطحاحن وذوك العملاء نتاع المخزن هذو اللي يجيو عندكم وكاع واعطيناهم العتروس، خليهم، هذه ما كان ما دخلك فيها. اوكي هذه غير فوت هذه الحكايه. انا ما نكذبش عليك، ابليس هرب من الجزائر، ما لقى ما يشرب، الماء ما لقاش وهرب. كثرت الكذوب، هرب ابليس قال لكم الله غلبتوني في كل شيء، وهو يهرب حرق والله العظيم. انتم دوك اللي يقول الصح تسموه كذاب. اسمح لي يا اخي سمير، الليل حنا سرقنا لكم جبل تبقال. يا ودي سرقتوا جبل تبقال، ربي يسهل عليكم. انتم قاعد تحوسوا تديو الطاجين، تديو ناس الغيوان، تديو القفطان، تديو الزليج، تديو كسكسو، انتم تديو كاع. اسيدي نتقاسموه بيناتنا حنا كاع، نقسموه. لا سي الحسن ولا سي حسن، راه صوتك بعيد خويا. اليوم الجزائريين من يهاجمون اليوم الجزائر؟ المملكة يهاجمون من كان في صفين. صحيح، ولكن الله المستعان. يعني هو يتحجج عليك بأنه هو الذي أعطى مكة وأعطى كذا وأعطى كذا، يعني يقول لك الفضل يعود إلى الجزائر قبل السعودية. ماذا تريد أن تقول لي؟ يا أخي ما احنا ما عاوننا حد، احنا 132 سنة وجدودنا يخطوا ويورثوها وفرنسا تكتل فينا ولم نركع أبدا. يا اوكي يا بوتقبه نسيت بوتقبه في هذه الكراغيله. خليه حتى يخلص. 132 سنه وحنا نعدلوا في الخطط الى ان جاء يوم النصر. اوكي هذه راه واحد ما ينجملهاش. نجم انت يا جدودك يصبروا 132 سنه وتجي دوكا وتقول لنا يا اخي اعد قراءه التاريخ. يا ودي روح قرا انت التاريخ يا حسن، روح هز حكايتك وروح يرحم والديك. لم يكن للجزائر شيء مذكور.
132 سنة فرنسا اشترت تلك الأرض من عند العثمانيين، اشترتها. احنا كنا مع الخلافة. اش فيها؟ احنا جد فيها قبائل صغيرة، دواوير صغيرة جدا. حنايا كانت دولة الخلف هذه كيسموها. حتى السكان في تلك الدواوير ما كانوش عارفين نفوسهم شكون هما وفين لما تنتميو. ما عندهم لا اوراق ديال الثبوتيه ديال لا زواج ولا اوراق ديال شكون انت ولا ما شكون. الناس كانوا رحل يتبعون الاغنام لرعي الاغنام في كل البقاع. الان اليوم القرن 21 في جنوب مالي، جنوب الجزائر، في مالي كذا، هناك ريبورتاجات داروها الغربيين تكتشفوا سكان يسكنون في تلك المناطق ما عارفينش روسهم، واش من الجزائر ولا من موريتانيا ولا من النيجر ولا من تشاد. هم سكان يهيمون فوق الارض تابعين للمواشي ديالهم. هذا الشيء هو اللي كاين، ما تعرفوش روسهم شكون هما. راه هذا هو المشكل. ولكن احنا نشجعوا بانه سنة 1957 الثوار الجزائريين الأحرار كانوا يعيشون في وجدة والنواحي، وجدة وتورير والعيون ديال الشرق، ثم السعيدية وكذا. منهم هذاك اللي تسميوه الرئيس ديالكم بومدين اللي كان سميتو بوخروبة. الحقيقية هي بوخروبة. كان يعيشوا 5 سنوات متخفيا في شرق المغرب، وماشي غير هو. يا ودي راك بوتفليقة وبن بلا راه اصله مراكشي، بوتفليقة اصله من وجدة. كلهم كانوا تما، كانوا يقتاتون من خيرة المغرب وبأوامر من الملك محمد الخامس. تصور ان محمد الخامس كان يقول للمغاربة هاد الناس الجزائريين اللي يجوا لنا هاربين من المستعمر، اعطيهم السلاح وكلوهم وشربهم ودربوهم حتى كيف يحملون السلاح. والنهار فاش ثورة اشتعلت يا ودي فيها مغاربة. اسمح لي عافاك سمير. يا أخي الكريم، يا حسن ما أريد هذا التاريخ، والله أنت تعطيني تاريخ. تراك تهضر بنيتك، تراك يتخرب خويا. روح يا خويا، هذا المواضيع أنا ما نحب نناقشهم صراحة في الكيس. أبو خالد شكرا جزيلا، بارك الله عليكم. شكرا، بارك الله فيك، شكرا، وأتمنى لكم خيرا إن شاء الله. السلام عليكم. بارك الله عليكم والسلام. الجزائر كانت سيدة البحار، على بالك كانوا يمدوا الدراهم باش يجوزوا الميريكان. أنا عندي لك سؤال يا سمير. تقول لي أنت يا كنا قبائل وكنا يا سمير عندي لك سؤال وجيه وصحيح والله العظيم، سؤال وجيه. أنتم تقولون بأنكم حضارة، صحيح؟ أكيد. هل عندكم مآثر تدل على ذلك بأنكم يعني كنتم حضارة يعني عربية؟ أنا لا أتكلم عن الرومان والوندال وكذا، أنا أتكلم مثلا عن الموحدين والمرابطين. هل تركوا لكم مثلا مثل آثار مثلا مسجد حسان أو الكتبية مثلا في المغرب، مثلا مثل هذه الآثار عندكم؟ احنا كنا نروحوا نبنيو، احنا اللي كنا نبنيو في الأندلس وفي المروك وفي تونس. وقل لي واش عندك شي حاجة في الجزائر؟ يا كنا نبنيو، احنا كنا نبنيو لكم. وكتبنيو ما تبنيوش لروحكم؟ لا لك الجزائر ها عليك قلت لك انا في اول المذاكره تاعي، لان الجزائر كانت عبر التاريخ كانت دوله معطاة تمد تعطي للجميع وما تحاسب ولا واحد. هذا ما كان. ولكن كل دولة عندها مآثر تاريخية، ولكن كيف الجزائر ما عندهاش مآثر تاريخية؟ هذه لهذا نقول نحن دائما الجزائر يعني بلد معطاء. ربي يهديك. واني اجبني عن السؤال، اجبني لماذا لا توجد آثار؟ انت ما نعرف كيفاش مراركه على بالكم راسكم مربعين قسما بالله. حشرتك يا الكروي. راني نقول لك احنا نهار كنا نبنيو في الاندلس وفي البرتغال وعندكم في المغرب. لهذا كانت الجزائر. الان وليتو دوكا ديتو لنا كاع صوالح وتقولوا ما كاينش تاريخ، لاننا كنا نفضل ان نبني في شمال افريقيا وفي الأندلس. يعني انتم هما اللي راكم. اخوي سامر كمل اخوي سامر، كيف تبنوا الأندلس؟ هذه هي معنى
الجزائر يعني كانت دائما وأبدا عبر التاريخ بلد معطاء. تفضل اخوي بلال، السلام عليكم. وعليكم السلام الإخوة الكرام. أنا بلال مغربي. تفضل. ديالاش أخويا الجزائري معطاء ديالاش شنو كتعطي؟ تفضل مئة اعطينا عام ديال. نبذه عن عيد ميلاد سعيد الجزائري. يا اخي عندك صوت يتردد في السياره، عندك مخدم هذا الصوت يتردد. انا اخي ابو خالد سارجع لك ان شاء الله ان كان هناك وقت. ان شاء الله اخويا. الله يحفظك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.